المثقفين العراقيين في الغربة، وهم يحاولون أن يواصلوا تأسيس روح الهوية العراقية تشكيلا ونحتا ورسما والآن صناعات يدوية. فكل هذه الوحدات تشكل الهوية الحقيقية للإنسان العراقي وإن كان في المتجر. فما بالك عندما يحاول هذا الإنسان أن يمزج ما بين اغترابه وأصالته. ما بين الاغتراب والأصالة هناك هوية لأكثر من 250 ألف عراقي، وهي معبرة حقيقية عن هذا الاغتراب وعن هذا الحب والعشق الوطني. نتمنى حتى لا نطيل، لأن المعرض جماليته بما نشاهد، بما أنتج، بما أبدع، بما سنعمل على تدعيمه وفق المنظور اللي هي راسمته في دعم الأيتام أو المهجرين الآن، اللي هي القضية الأكثر حيوية الآن في العراق. نتمنى لهذا المعرض النجاح، ونتمنى للمركز الثقافي العراقي مواصلة إبداعاته على الرغم من ظروف التقشف التي يمر بها العراق. شكرا. احنا اعتادينا ان نفتتح هكذا فعاليات بان نشعل شمعة، فتفضل دكتور حكمت بافتتاح فعاليتنا ومعرضنا التشكيلي بإيقاد هذه الشمعة. نحن لا نشعل الشمعة، سنضيء هذه الشمعة كما هي. على اعتبار برا احنا اكو كهرباء.